ازيكم يا صحابي الحلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا نفتكر مع بعض احاد الصوم. الحد الاول حد الكنوز، والحد التاني حد التجربة، والحد التالت حد الابن الضال، والحد الرابع اسمه حد السامرية، وهو ده اللي هحكي لكم حكايته النهاردة، وهنلاقيها في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا في الاصحاح الرابع. تعالوا بقى نبتدي الحكاية مع بعض. في مرة ربنا يسوع كان مسافر مع التلاميذ ورايح من اليهودية للجليل، وهو مسافر وماشي في الطريق كان لازم يعدي على بلد اسمها السامرة، ولأن المشوار كان طويل خالص فربنا يسوع حس انه تعبان، فوقف في الطريق عند مدينة في السامرة اسمها سوخار علشان يستريح شوية. والمدينة دي كان فيها بير مية اسمه بير يعقوب. فربنا يسوع قال للتلاميذ انا هقعد استريح هنا شوية عند بير يعقوب، وانتوا روحوا اشتروا لنا اكل علشان احنا جعانين. والتلاميذ سمعوا كلام ربنا يسوع وراحوا يشتروا اكل، وفضل ربنا يسوع قاعد عند البير، وكانت الساعة 6 اللي هي الساعة 12 الظهر بوقتنا احنا. وبعدين وربنا يسوع قاعد عند البير جات واحدة ست سامرية ومعاها الجرة بتاعتها علشان تملى مية من البير. ولما ربنا يسوع شافها بتملى مية من البير قال لها اديني أشرب. فالست السامرية أول لما بصت لربنا يسوع عرفت إنه مش من أهل السامرة وإنه يهودي، فردت عليه وقالت له ما ينفعش أديلك مية علشان أهل بلدي السامرة وأهل بلدك اليهودية متخاصمين ومش بيتعاملوا مع بعض، فما ينفعش إحنا كمان نكلم بعض، ولا حتى ينفع أديلك مية علشان تشرب. فرد عليها ربنا يسوع وقال لها انت لو تعرفي عطية ربنا ليكي، وكمان لو تعرفي مين اللي بيكلمك ويقولك اديني اشرب، كنتي انت اللي طلبتي مني انا اللي اديكي ماء حي. فالسامرية بصت لربنا يسوع كده وما لقتش معاه حاجة يجيب بيها مية من البير، فقالت له البير عميقة جدا والمية فيها تحت خالص، وانت مش معاك جردل تجيب بيه مية من البير، يبقى هتجيب منين الماء الحي اللي بتقول عليه ده؟ فربنا يسوع رد عليها وقال لها كل اللي بيشرب من مية البير لازم يعطش تاني، لكن اللي يشرب من المية اللي أنا بديها مش ممكن يعطش تاني أبدا. فالسامرية قالت لربنا يسوع طيب اديني من المية دي علشان أنا مش عايزة أبقى عطشانة تاني، وكمان مش عايزة أجي وأملى مية من البير تاني. فربنا يسوع قال لها طيب روحي هاتي جوزك وتعالي. فالسامرية قالت له أنا مش متجوزة. فبابا يسوع قال لها شاطرة، برافو عليكي انك قلتي الحقيقة، علشان انتي كنتي متجوزة 5 مرات قبل كده، ودلوقتي انتي مش متجوزة، وانا مبسوط منك جدا علشان انتي قلتي الحقيقة وما كدبتيش عليا. فالسامرية استغربت جدا وقالت لربنا يسوع هو انت ازاي تعرف كل الحاجات دي عني وانا اول مرة اقابلك واتكلم معاك؟ بس أنا عارفة إن في واحد بس اللي هو المسيح، اللي لما يجي هو اللي هيبقى عارف كل حاجة ويقول لنا على الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها. فربنا يسوع قال لها أنا هو يسوع المسيح اللي بيكلمك. فالسامرية أول لما سمعته بيقول إنه هو ربنا يسوع المسيح سابت الجرة بتاعتها وجريت بسرعة وهي فرحانة جدا لأنها قابلت ربنا يسوع المسيح، ودخلت المدينة بتاعتها وبقت تنادي على كل الناس اللي في المدينة وتقول لهم تعالوا شوفوا أنا قابلت ربنا يسوع المسيح عند البير وقالي على كل الحاجات اللي بعملها، تعالوا انتوا كمان كلكم قابلوه، ده حلو قوي، تعالوا بسرعة شوفوه كلموه. وكل الناس اللي في المدينة خرجوا مع السامرية وراحوا عند البير وقابلوا ربنا يسوع المسيح واتكلموا معاه وفرحوا جدا انهم عرفوه، وعلشان كده طلبوا منه انه يقعد معاهم علشان يفضلوا يسمعوا كلامه الحلو. وفعلا ربنا يسوع قعد معاهم يومين، وكانوا احلى يومين لان اهل السامرة كانوا مبسوطين وفرحانين جدا لان ربنا يسوع المسيح معاهم وبيعلمهم وبيكلمهم بكلامه الحلو. وقالوا للسامرية احنا فرحانين جدا لان بسببك عرفنا ربنا يسوع المسيح،
ولما شفناه وعرفناه وسمعنا كلامه الحلو بنفسنا بقينا مؤمنين وواثقين ومتأكدين إن ده هو ربنا يسوع المسيح مخلص العالم. وبكده يا أصحابي حكايتنا خلصت. تعالوا بقى نحفظ الآية مع بعض. والآية بتاعتنا بتقول: من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. يوحنا 6:35. تعالوا بقى نحفظها مع بعض حتة حتة. من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. نقول مرة كمان: من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. تعالوا نقول آخر مرة: من يؤمن بي فلا يعطش أبدا. يوحنا 6:35. باي باي يا أصحابي الحلوين.